السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الأول إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح يونت 7، والنهاردة هنبدأ مع ليسون 3. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ بسم الله. طبعا هنبدأ النهاردة نيو فوكاب ليسون 3. أول كلمة معايا magnificent magnificent magnificent. طبعا كلمة magnificent معناها رائع أو مذهل. magnificent معناها رائع أو مذهل. طبعا بتساوي كلمة great رائع أو عظيم. ممكن أقول fantastic برضو معناها رائع أو عظيم. يبقى دي كلها synonyms لكلمة magnificent. artifacts artifacts. طبعا كلمة artifacts معناها آثار أو قطع أثرية. كلمة artifacts قطع أثرية. civilization civilization civilization. كلمة civilization معناها حضارة. civilization معناها حضارة، زي حضارة طبعا الفيروز اللي هم الفراعنة. promising promising. طبعا promising معناها واعد، حاجة واعدة. طبعا جاي من كلمة promise، جاي من كلمة promise. طبعا promise احنا عارفين ان promise معناها يوعد او وعد. promise معناها يوعد او وعد. displays displays displays. عندي كلمة display معناها عرض، displays معناها عروض. exhibition 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 معناها معرض او عرض. هنا ناخد بالنا ان الاتش هنا silent. exhibition exhibition. symbol 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 معناها رمز. كلمة symbol معناها رمز. blend 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 معناها مزيج. طبعا بتساوي عندي كلمة mixture. طبعا كلمة mixture برضو معناها خليط أو مزيج. جاي من كلمة mix، جاي من كلمة mix. interactive 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 يعني تفاعلي، زي مثلا interactive بورد السبورة التفاعلية. conservation center conservation center conservation center معناها مركز الحفاظ طبعا على التراث. يبقى اسمها conservation center، مركز الحفاظ على التراث. وده طبعا هنعرف ان هو موجود في الجراند ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري الكبير. تعال مع بعض بقى نحل الكويز الجميل الصغير ده. نبدأ. أول كلمة عندي كلمة سيمبل. يعني إيه سيمبل؟ لسه قايلين دلوقتي سيمبل معناها رمز. magnificent magnificent. كلمة magnificent معناها رائع. blend blend يعني مزيج أو خليط. blame. كلمة blame معناها يلوم. blame معناها يلوم. artifacts artifacts قطع أثرية. artifacts قطع أثرية. نمبر 1 ذا بالاس يعني القصر. looked كان يبدو. A with its tall gates بالبوابات الطويلة دي. and bright lights وطبعا بالمصابيح الساطعة. طبعا كده الايه، طبعا الايه القصر كان يبدو magnificent. قلنا magnificent معناها رائع أو مذهل. نمبر 2 ذا ميوزيوم المتحف shows بيوضح أو بيعرض many ancient from ancient Egyptian history. طبعا ايه اللي بيبقى موجود في الميوزيوم في المتحف؟ طبعا موجود عندي artifacts. قلنا يعني artifacts قطع أثرية. نمبر 3 a flag العلم is a of each country لكل دولة. طبعا العلم ده عبارة عن رمز لكل دولة. يعني ايه رمز بقى؟ symbol. يبقى كلمة symbol معناها رمز. كلمة symbol معناها رمز. نمبر 4 this painting يعني هذه اللوحة is a of modern colors للألوان الحديثة and traditional designs والتصميمات التقليدية. يبقى اللوحة الموجودة دي بتكون ايه ما بين الألوان الحديثة والتصميمات التقليدية. أكيد مزيج أو خليط.
يعني ايه بقى مزيج؟ blend. يبقى كده blend معناها خليط او مزيج. نكمل مع بعض lesson 3. اول كلمة معايا cultural. 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 كلمة cultural معناها ثقافي. cultural معناها ثقافي، جاي من كلمة culture. طبعا كلمة culture معناها ثقافة. الادجكتيف منها، الصفة منها طبعا cultural اخرها al. locate. locate. طبعا locate معناها يقع او يحدد. طبعا جاي منها كلمة location. يعني ايه location؟ يعني موقع. location معناها موقع. طبعا الماضي من كلمة locate located هضيف لها ed. archaeological. 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 كلمة archaeological معناها أثري. archaeological معناها أثري. خلي بالك هنا السي اتش هنطقها كي. archaeological. archaeological. archaeological معناها أثري. digital guides. digital guides معناها دليل رقمي. digital guides معناها دليل رقمي. celebrate. celebrate. celebrate يحتفل بيه. celebrate يحتفل بيه، جاي منها كلمة celebration. celebration. يعني ايه celebration؟ معناها احتفال. كلمة celebration معناها احتفال. celebration احتفال. celebrate يحتفل بيه. wonders. wonders. كلمة wonders ايه؟ معناها عجائب. wonders معناها عجائب. بس لازم تاخد بالك برضو ان في كلمة اسمها wonder بس بالايه. طبعا wonder بالايه معناها يتجول، انما wonder بالاو معناها طبعا عجيبة او يتعجب او يسأل، جمعها wonders. workshop. workshop. طبعا workshop معناها ورشة عمل. workshop ورشة عمل. glass fronts. glass fronts. glass fronts. glass fronts معناها واجهات زجاجية. طبعا المقصود بكلمة glass fronts اللي هي الواجهات الزجاجية دي الواجهات اللي هي بتاعت الايه المباني، مثلا بتبقى من زجاج فبنقول عليها glass fronts. glass fronts. glass fronts. single. single. كلمة single معناها ايه؟ مفرد او وحيد. حاجة single مثلا single room يعني حجرة لشخص واحد. جميل. طيب 3D models. 3D models يعني نماذج ثلاثية الأبعاد. national pride. national pride. national pride. طبعا خدنا في lesson 1 و 2 كلمة pride معناها فخر، وكلمة national معناها عالمي، كلمة national معناها قومي. international هي اللي عالمي. international عالمي، ولوكال طبعا محلي. يبقى لو حاجة على المستوى الوطني أو القومي بنقول عليها كلمة national. يبقى الفخر القومي national pride. طبعا لو فاكر برضو معانا كلمة براود معناها فخور. كلمة براود معناها فخور. unique. unique. كلمة unique معناها فريد أو لا مثيل له. حاجة فريدة أو حاجة ملهاش مثيل. طبعا دي adjective. experience. experience معناها يجرب أو يختبر. خلي بالك إن كلمة experience ممكن تيجي verb، ممكن تيجي noun، ممكن تيجي فعل، وممكن تيجي اسم. لو جاية فعل معناها يجرب أو يختبر، لو جاية اسم يبقى معناها تجربة أو خبرة حياتية. house. house. طبعا هاوس معناها يضم أو يحتوي. واحد شاطر يقول يا مستر كلمة هاوس معناها منزل. هنا كلمة هاوس جاية فيرب، جاية فعل، فبالتالي هيبقى معناها يضم أو يحتوي. يضم أو يحتوي. طبعا البسط منها الماضي منها أضيف لها دي. الماضي منها أضيف لها دي تبقى housed. وبعد ما خلصنا قراءة النيو فوكاب جه وقت قراءة الريدنج. وطبعا الريدنج بتاع النهارده ليسون 3 مهم جدا لأنه بيتكلم على الإيجيبشن ميوزيوم أو الجراند إيجيبشن ميوزيوم اللي هو المتحف المصري الكبير، وده طبعا موضوع مهم جدا جدا.
طبعا ممكن يجي في الامتحان كباراجراف مثلا أو أي اكسرسايز عادي. يلا مع بعض نبدأ. طبعا عندي The Grand Egyptian Museum يعني المتحف المصري الكبير. خدنا قبل كده في lesson 1 و 2 كلمة جراند معناها كبير أو مهيب. جراند ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري الكبير. وطبعا عندي الاختصار بتاع الجراند ايجيبشن ميوزيوم GEM. طبعا الجي اختصار لكلمة جراند، الاي ايجيبشن والام ميوزيوم. The Grand Egyptian Museum is one of. طبعا المتحف المصري الكبير بيكون أحد of Egypt's most magnificent cultural projects. أحد المشروعات الثقافية الرائعة المهمة جدا لمصر. يبقى عندي هنا كلمة cultural projects معناها مشروعات ثقافية. cultural projects معناها مشروعات ثقافية. طبعا magnificent معناها طبعا رائع أو مذهل. It's located near the Giza pyramids. طيب الموقع بتاع الجراند ايجيبشن ميوزيوم موجود فين؟ بيكون طبعا نير بالقرب من ذا جيزا بيراميدز أهرامات الجيزة. It stands طبعا هو إيه؟ يقف as a bridge between Egypt's great past and its promising future. طبعا it stands يعني هو بيقف كجسر. طبعا كلمة بريدج معناها جسر أو رابط ما بين ماضي مصر الرائع أو العظيم. يبقى الجراند ايجيبشن ميوزيوم يعتبر حلقة وصل ما بين الماضي وما بين المستقبل، ما بين الماضي وما بين المستقبل. يبقى كلمة ستاندس دي معناها إيه؟ يقف as كبريدج يعني كوبري أو جسر أو حلقة وصل ما بين ماضي مصر الرائع and its promising في إيه future. وطبعا المستقبل الواعد. كلمة promising معناها الواعد. designed with طبعا مصمم ب modern buildings بمباني حديثة. كلمة modern معناها حديث. modern حديث. طب عكس modern ايه؟ عكس modern old قديم. عكس modern old يعني قديم. يبقى مصمم بمباني حديثة. وجلاس فرانتس قلنا جلاس فرانتس معناها واجهات زجاجية. جلاس فرانتس معناها واجهات زجاجية. and large exhibition. large exhibition. large exhibition معناها معرض كبير. كلمة exhibition معناها معرض. وطبعا large ايه؟ معروف ان هي كبير. large exhibition halls يعني قاعات عرض كبيرة. The museum المتحف covers بيغطي over أكثر من 480,000 square meters. أكثر من 480 ألف متر. أكثر من 480 ألف متر مربع. طبعا دي مساحة كبيرة جدا. making it وهذا يجعله the world's largest archaeological museum for a single civilization. طبعا المساحة الكبيرة اللي المتحف المصري الكبير بيغطيها طبعا جعله يعتبر من أكبر المتاحف الأثرية التي تضم single civilization. single civilization يعني حضارة واحدة. حضارة واحدة. لأن أغلب الميوزيمز الموجودة المتاحف الموجودة طبعا ممكن تضم حضارات مختلفة. إنما طبعا جراند ايجيبشن ميوزيوم بيضم single civilization يعني حضارة وحيدة. طبعا لازم تاخد بالك من كلمة archaeological. archaeological قلنا كلمة archaeological معناها أثري. archaeological معناها أثري. The gem أو جراند ايجيبشن ميوزيوم والهاوس. طبعا المتحف المصري الكبير سوف يضم. قلنا كلمة هاوس معناها يضم. سوف يضم more than أكثر من 100,000 artifacts. هيضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية. طبعا الرقم ده رقم كبير جدا مش موجود إلا في الجراند ايجيبشن ميوزيوم. ذات التي tells the story of ancient Egypt. طبعا كل artifacts من دول بتحكي لنا قصة عن ماضي مصر القديم. عن مصر القديمة. جميل. طيب
What makes the museum special؟ الذي يجعل المتحف special. special طبعا معناها خاص أو مميز. إيه اللي بيميز المتحف المصري الكبير؟ It's a blend of traditions. طبعا blend لسه قايلين من شوية مع بعض كلمة blend معناها خليط أو مزيج. الجراند ايجيبشن ميوزيوم بيحتوي على خليط من tradition يعني العادات and technology والتكنولوجيا، لأن طبعا بإيه؟ بيمزج أو بيخلط ما بين الماضي والحاضر. طبعا الماضي متمثل في كلمة tradition اللي هي العادات and technology التكنولوجيا بتاعت وقتنا هذا. interactive displays. طبعا الانتراكتيف ديسبلايز معناها العروض التفاعلية 3D models، وطبعا النماذج اللي هي ثلاثية الأبعاد and digital guides. وطبعا digital guides معناها الدلائل الرقمية. مالها دي كلها؟ allow. الفيرب ده مهم جدا جدا. كلمة allow معناها يسمح. ده بيسمح طبعا للفيزيتورز اللي هم الزوار to explore. يعني ايه explore؟ explore طبعا معناها يستكشف. طبعا هيستكشفوا ancient Egypt مصر القديمة in a new way معناها بطريقة جديدة، طبعا بتكنولوجيا جديدة جدا. فده هيسهل على الفيزيتورز اللي هم يعرفوا انفورميشن اكتر عن الانشنت ايجيبشنز او انشنت ايجيبت. ذا جراند ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري الكبير also ايضا includes بيشتمل على a conservation center يعني مركز الحفاظ على التراث. library مكتبة. cinema and spaces طبعا مساحات for workshops لورش العمل and cultural events يعني الأحداث الثقافية أو الأنشطة الثقافية. بعد كده more than just a museum. طبعا الجراند ايجيبشن ميوزيوم ده ليس مجرد متحف، ده هو أكثر من ذلك. The Grand Egyptian Museum is a symbol. يعتبر المتحف المصري الكبير رمز of national pride للفخر القومي. national pride معناها الفخر القومي. It celebrates طبعا هو بإيه؟ بيحتفل ب Egypt's unique heritage. طبعا بيحتفل بالتراث الفريد لمصر while طبعا معناها بينما أو أثناء welcoming الترحيب ب the world العالم كله to experience لكي يجرب the wonder of its civilization in the heart of Giza. طبعا هيجرب عجائب الحضارة بتاعت مصر طبعا في قلب الجيزة in the heart of Giza. طبعا كلمة heart معناها قلب. طبعا كان المتحف المصري قبل كده كان موجود في وسط البلد، فطبعا كان المكان يعتبر مزدحم. انما دلوقتي وطبعا كان بعيد عن الاهرامات، فدلوقتي لما عملوا جراند ايجيبشن ميوزيوم خلوه في قلب الجيزة بالقرب من البيراميدز والقرب من الاهرامات، وده طبعا هيفرق كتير جدا مع الفيزيتورز ومع التورستس. كده خلصنا الريدنج. بعد كده ان شاء الله ندخل على الاكسرسايز على الريدنج. ودلوقتي بعد ما خلصنا الريدنج هنحل طبعا الاكسرسايز الخاص بيه من كتاب المعاصر. يا ريت كل واحد يركز معايا جدا لان الاسئله دي كلها مهمه باذن الله. نمبر 1 she wore يعني هي ارتدت a dress فستان at the party في الحفله everyone loved it الجميع احب هذا الدرس الفستان. يبقى magnificent معناها طبعا رائع. magnificent معناها رائع أو مذهل. archaeologists يعني علماء الآثار found وجدوا several bird. طبعا كلمة several دي معناها عديد. buried near the pyramids يعني مدفونة بالقرب من الأهرامات
إيه اللي هيلاقيه علماء الآثار؟ طبعا artifacts. كلمة artifacts قلنا معناها قطع أثرية، وكلمة برد معناها دفنوا. كلمة برد بري معناها يدفن. Number 3. The art A shows paintings of famous artists. ال A الفني بيظهر أو بيوضح أو بيعرض لوحات لفنانين مشهورين. طبعا يبقى exhibition. exhibition معناها معرض. exhibition معناها معرض. exhibition معناها معرض. Number 4. His style يعني أسلوبه أو طريقته of modern and traditional ideas للأفكار التقليدية والحديثة. طيب يبقى أسلوبه بيكون إيه بقى؟ طبعا هتكون blend. خدنا كلمة blend معناها مزيج أو خليط. مين الشاطر اللي فاكر بقى كلمة blend بتساوي إيه؟ قلنا ساعتها بتساوي كلمة mixture. mixture معناها خليط أو مزيج. blend الكلمة دي مهمة جدا. Number 5. A or an is a piece of art يعني قطعة من قطعة فنية or tool made by humans مصنوعة بواسطة البشر long ago منذ زمن بعيد. يبقى الإجابة عندي artifact. قلنا artifact معناها قطعة أثرية. means people's way of life يعني طريقة حياة الناس. culture الثقافة and achievements. قلنا قبل كده كلمة achievement معناها إنجاز. achieve يعني يحقق أو ينجز. achievement معناها إنجاز. طبعا الإجابة الصح هنا هتبقى civilization. civilization يعني إيه civilization؟ قلنا حضارة. كلمة civilization حضارة. civilization حضارة. Number 7. A or an is a public display. public display. كلمة display معناها معرض أو عرض. public يعني حاجة عامة لكل الناس يعني. of objects لأشياء or artworks أو لأعمال فنية. طبعا ده معنى كلمة exhibition. exhibition exhibition يعني ايه exhibition؟ معناها معرض أو عرض. Number 8. What makes the museum special؟ الذي يجعل المتحف مميز is its blend. قلنا كلمة blend معناها مزيج أو خليط of tradition للماضي أو العادات and technology والتكنولوجيا. The word blend كلمة blend is similar to أو similar in meaning بتكون مشابهة في المعنى لكلمة إيه؟ قلنا blend معناها خليط أو مزيج. يبقى الكلمة اللي بيساويها كلمة mixture. كلمة mixture قلنا mixture معناها خليط. Number 9. They come to experience هم يأتوا لكي يجربوا the wonders. قلنا wonders معناها عجائب of its civilization للحضارة بتاعتها in the heart of Giza في قلب الجيزة. The word heart كلمة heart قلنا heart معناها قلب means تعني أكيد هتبقى center. center معناها وسط أو منتصف. قلنا إن هم عملوا الجراند ايجيبشن ميوزيوم طبعا في منتصف الجيزة. طبعا كلمة heart معناها center. heart معناها center. Number 10. The new administrative capital. The new administrative capital الكلمة دي مهمة جدا معناها العاصمة الإدارية الجديدة. new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة is a symbol of national بتكون رمز القومي. طبعا هتبقى pride. كلمة pride معناها فخر. pride معناها فخر. Number 11. The word unique كلمة unique is the A of ordinary. كلمة ordinary معناها عادي حاجة عادية. يبقى
فريد أو متميز وعادي، أكيد الاتنين بينهما سينونيم ولا أنتونيم؟ أكيد الاتنين عكس بعض. طيب يعني إيه بقى متضادين؟ يبقى أنتونيم. قلنا كلمة أنتونيم معناها متضادين. نمبر 12 the suffix يعني المقطع اللي بيضاف في نهاية الكلمة. forms بيكون the noun. noun معناها اسم من الكلمة expect. طبعا expect معناها يعرض. طيب أنا عايز أجيب منها النون، عايز أجيب منها الاسم، يبقى طبعا هضيف لها ION تبقى exhibition. قلنا exhibition معناها معرض أو عرض. exhibition معناها معرض أو عرض. نمبر 13 the words promising. كلمة promising وإيه بتكون synonyms. يعني هو كده عايز المرادف بتاع كلمة promising يعني واعد، حاجة واعدة. طالما حاجة واعدة يعني hopeful معناها برضو واعد أو في أمل كبير. 14 the suffix it changes بيغير كلمة culture الثقافة into an adjective. قلنا adjective يعني صفة. adjective يعني صفة. أنا عشان أحول كلمة culture دي إلى adjective إلى صفة هضيف لها أنهي مقطع؟ أنهي suffix؟ احنا لسه قايلين من شوية كلمة cultural. طبعا cultural معناها ثقافي. يبقى طبعا هضيف لها المقطع AL. ندخل على سؤال 15. A is a picture يعني بتكون صورة or sign علامة أو لافتة that shows something التي تظهر شيء ما أو توضح شيء ما. طبعا يبقى symbol. قلنا symbol معناها رمز. رمز. means extremely beautiful يعني جميل للغاية، حاجة شديدة الجمال. يبقى magnificent معناها رائع أو مذهل. 17 famous museums يعني المتاحف المشهورة often غالبا have يعني لديها a center مركز لإيه، وسينما and library. لازم طبعا المتاحف المشهورة بيكون فيها conservation center. يعني ايه conservation center؟ طبعا conservation center معناها مركز للحفاظ على التراث. يبقى كلمة conservation center مركز للحفاظ على التراث. The city has unique buildings. طبعا المدينة لديها مباني فريدة أو متميزة. ذات التي attract معناها يجذب يعني تشد انتباه، بتجذب طبعا التورست السياح. The word unique كلمة unique here means معناها هنا حاجة فريدة، حاجة مميزة. يبقى special معناها مميز. The word public كلمة public طبعا public معناها عام. is antonym بتكون عكس كلمة ايه؟ حاجة public يعني حاجة عامة، عكسها حاجة خاصة. يعني ايه خاص؟ يبقى private. حاجة private يعني حاجة خاصة مقتصرة طبعا على ايه؟ شخص واحد. The suffix المقطع ايه؟ it changes بيغير كلمة achieve معناها يحقق أو ينجز. يحقق أو ينجز. طيب عشان أحولها النون إلى اسم هضيف لها المقطع إيه؟ achievement. طبعا achievement معناها إنجاز. كده خلصنا الإكسرسايز الخاص على الريدنج. يا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.